النهضة هو الحزب الوحيد اللي يقف معانا ويشارك معانا واللي يعالج الموضوع وما يشد مثل ما انا قايل. فانا برشح بيك ما خليتش الناس تقدم على روحها وما حبوش يعطيوهم الوقت. نشكر جماعة قطر وحسيلوا الجمعيات الكلهم نشكرهم والنهضة والكل ذوكم اللي يعاونونا ووقفوا معانا باش واحد يوصل للواحد. فهمت كيفاه؟ قطر الخيرية عندها مشروع متكامل وعلى مراحل يخص تونس. أعتقد إن شاء الله خلال فترات قريبة إن شاء الله يكون هناك تغيير كبير، برامج أكثر، شرائح أكبر تستفيد من الخدمات اللي تقدم للشعب التونسي. نحن هدفنا في النهاية العمل الإنساني. دور خيري رحب به محمد بن سالم وزير الفلاحة وباركوا. هذه إعانات للعائلات المعوزة، وهذايا في حد ذاته إعانة، لأنه إحنا همنا في الحكومة أن نقوم في المناطق المحرومة بمشاريع، وعندنا مشاريع كثيرة. أي واحد كان فرنسيس انجليزي يعاونونا على مقاومة الفقر ومقاومة التهميش في المناطق هذه نرحب به ونشكره فوق ذلك. المشروع بتاع ال 35 دار هذا كان تدخل استعجالي محدد منذ 4 أشهر. ان شاء الله اذا كان كل دولة يعني تقوم عليها حملة تساعدنا، مستعدين نعطيهم ذراع باش يعملوا عليها حملة. أشار الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر للحملة ضد قطر اللي سألنا عليها الحضور. أنا نقول لا يليق لأنه التطاول يجي على الأعداء، وقطر دولة شقيقة، فكلمة تطاول أصلا ما هيش في محلها على الإطلاق. التطاول إذا كان هو أصلا معناها أخلاقا مشبه التطاول على أي كان، ولكن كان لابد يكون التطاول على الأعداء وليس على الأشقاء. الجانب السياسي أو الجانب المعارضة أو اللي في الحكومة احنا ما نتدخل في هذه القضايا. نحن ننحاز إلى الشعب، ننحاز إلى احتياجات الناس. السيستم والكرموني موجوده. حتى اولادنا زاد. والله الحقيقة العمل الخيري والعمل الإغاثي شيء محمود ومطلوب في الديانات الكل، وخاصة في ديننا الإسلامي الحنيف. أن الدول تحب تعاوننا بارك الله فيها، ولكن المنظمات الإغاثية العالمية كبرياتها بما في ذلك الإغاثة الإسلامية أمضت على ميثاق للعمل الخيري الإنساني، يتسمى ميثاق سنة 1994، يتسمى بالضبط، نجم يلقاو الشباب على الإنترنت، قواعد السلوك للحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر دوليين ومنظمات الإغاثة الإنسانية. فيه وضوح واضح، الحق في تلقي الإعانة الإنسانية حق من حقوق الإنسان اللي هو يحتاج، لكن فيه مبادئ لازم نحترموها. أولا تقديم المعونة يتم بغض النظر عن الانتماء العرقي لمتلقيها أو عقيدته أو جنسيته دون تمييز من أي نوع، اللي شفناه للعائلات